مرحبا بكم في الفيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل شاب بيحب كمال الأجسام وعايز يعرف إزاي ممكن يحول شغفه بالرياضة إلى مصدر دخل حقيقي ويحقق أرباح مالية كبيرة من التمرين والشغف. الكثير من الناس شايفين لاعبي كمال الأجسام مجرد عضلات وأجسام ضخمة، ومش فاهمين إزاي هم بيكسبوا فلوس من الرياضة دي. الحقيقة إن لاعبي كمال الأجسام عندهم أكتر من مصدر دخل، وبعضهم بيحقق دخل خيالي مش مرتبط بالبطولات بس. في الفيديو ده هنتعرف على أهم 5 مصادر دخل لأي لاعب كمال أجسام، سواء في مصر أو على مستوى العالم، وهنجيب أمثلة حقيقية لأشهر اللاعبين اللي قدروا يبنوا ثرواتهم من شغفهم وموهبتهم في الرياضة. أول مصدر دخل لأي لاعب محترف هو البطولات والمسابقات الرسمية. البطولات المحلية والدولية بتعتبر منصة لعرض المهارات وكسب جوائز مالية كبيرة. في مصر بطولات زي بطولة مصر المفتوحة لكمال الأجسام وبطولة أحمد علي والحلواني كلاسيك بتدي اللاعبين الشباب فرصة لإظهار مستواهم وربح جوائز مالية تتراوح بين آلاف وحتى عشرات الآلاف من الجنيهات حسب المركز والفئة. أما على المستوى العالمي، بطولات زي مستر أولمبيا وأرنولد كلاسيك تعتبر أكبر البطولات على الإطلاق. الفائز الأول في مستر أولمبيا ممكن يحصل على أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة لفرص الرعاية والعقود التي تأتي بعد الفوز. الفرق بين البطولات الاحترافية والهواة إن اللاعبين الجدد ممكن يبدأوا في بطولات الهواة لاكتساب الخبرة والشهرة قبل ما يتحولوا للمحترفين. مثال عالمي على ذلك روني كولمان اللي بدأ من بطولات صغيرة ووصل ليحقق لقب مستر أولمبيا 8 مرات. أما في مصر مثال محمد ممدوح الشهير بالبيج رامي، لاعب مصري بارز بدأ في البطولات المحلية ووصل للمستوى العالمي. الربح المالي المباشر من البطولات يشمل الجوائز النقدية والمكافآت من النوادي أو الأندية، وبعد الفوز في البطولات اللاعب بيكون عرضة لعقود رعاية من شركات مكملات غذائية أو ملابس رياضية، إلى جانب الفوائد غير المالية مثل الشهرة والظهور الإعلامي وفرص التسويق الشخصي على السوشيال ميديا. وتقدير المجتمع الرياضي، نصيحة للمبتدئين هي تطوير الجسم والمشاركة في البطولات المحلية قبل الانتقال للمستوى الأكبر لزيادة فرص الربح المالي. المصدر الثاني للدخل هو عقود الرعاية، شركات المكملات الغذائية والملابس الرياضية والنوادي الكبيرة بتوقع عقود مع اللاعبين المعروفين للترويج لمنتجاتهم. العقود دي ممكن تشمل مقابل مالي ثابت، منتجات مجانية، أو نسبة من المبيعات. على المستوى العالمي أرنولد شوارزنيجر كان عنده عقود مع شركات مكملات وأجهزة رياضية كبيرة. كذلك ديفيد لايد وراندي أورتن حصلوا على عقود رعاية ضخمة بمجرد اكتساب شهرة عالمية. في مصر لاعبين زي البجرامي وأحمد سامي وقعوا عقود مع شركات مكملات غذائية محلية وعالمية بعد الفوز في البطولات. الشركات الكبيرة للملابس الرياضية في مصر أحياناً تعرض عقود رعاية مقابل الترويج عبر السوشيال ميديا أو الظهور في البطولات. نصائح مهمة في هذا المصدر هي زيادة الشهرة والنتائج في البطولات لتحسين فرص الحصول على العقود واختيار الرعاة المناسبين اللي يضيفوا قيمة للشخصية والسمعة كلاعب محترف. المصدر الثالث هو التدريب الأونلاين والكورسات. دلوقتي أصبح اللاعبين قادرين على تقديم برامج تدريبية عبر الإنترنت، سواء كورسات فيديو مسجلة أو جلسات تدريبية مباشرة. اللاعبين اللي عندهم خبرة وشهرة ممكن يبيعوا كورسات بأسعار تتراوح بين عشرات إلى مئات الدولارات لكل مشترك. مثال عالمي على ذلك كريس بومستيد اللي عنده كورسات تدريبية أونلاين تبيع بأرقام كبيرة. في مصر لاعبين زي محمد فودة وأحمد سامي بيقدموا برامج تدريب أونلاين وأحياناً استشارات فردية للمشتركين. المزايا هنا إنها مصدر دخل ثابت ومستمر بجانب بناء قاعدة جماهيرية مهتمة بالتدريب، واللي ممكن يتحولوا لعملاء للعقود والرعاة. لاحقاً، نصيحة لأي لاعب جديد هنا هي بناء محتوى تدريبي واضح ومفيد مع الحفاظ على مصداقية النتائج.
المصدر الرابع للسوشيال ميديا واليوتيوب، ده مصدر دخل مهم جدا في العصر الحالي. اللاعبين بيقدروا يكسبوا من المشاهدات والإعلانات والرعايات على المنصات المختلفة زي يوتيوب، تيك توك، وإنستغرام. مثال عالمي على ذلك سيميون باندا وبرادلي مارتن، اللي حققوا دخل ضخم من حساباتهم على السوشيال ميديا. في مصر لاعبين زي محمد ممدوح عندهم قناة يوتيوب ناجحة ومتابعين كتير، وده بيخلي أي محتوى تدريبي أو عرض المنتجات يكسبهم دخل إضافي. نصائح مهمة في هذا المصدر هي الانتظام في النشر، تقديم محتوى مفيد وجذاب، التفاعل مع الجمهور، وبناء هوية شخصية قوية على الإنترنت. المصدر الخامس والأخير هو فتح مشاريع خاصة مثل شركات الملابس الرياضية، المطاعم الصحية، سلسلة جيمات، أو شركات مكملات غذائية. العديد من لاعبي كمال الأجسام بيحولوا شهرتهم ومصداقيتهم إلى مشاريع ناجحة. مثال عالمي على ذلك أرنولد شوارتزنيغر اللي فتح شركات وأصبح رجل أعمال ناجح. مثال آخر دوريان ييتس اللي أسس خطوط مكملات غذائية. في مصر هناك لاعبين مثل محمد ممدوح وأحمد سامي استثمروا في فتح جيمات خاصة ومراكز تدريب. هذا المصدر يتيح دخل ثابت ومستمر بجانب الشهرة وكسب ثقة العملاء. نصيحة مهمة هنا هي اختيار مشروع مناسب لمجال الخبرة، الاهتمام بالجودة والتسويق الجيد، ودمج المشروع مع سمعة اللاعب الشخصية. وفي نهاية الفيديو أحب أوجه رسالة للشباب: أي شخص عنده شغف بالرياضة قادر يحول هذا الشغف إلى مصدر دخل حقيقي إذا التزم بالتمرين، التعلم والمثابرة. لا تيأسوا من البداية وابدأوا بالخطوات الصغيرة. كل بطولة، كل كورس، كل فيديو، وكل مشروع صغير هو خطوة نحو تحقيق دخل كبير ونجاح مستدام. وادعوكم تشتركوا في القناة، تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، تكتبوا تعليق بأفكاركم وتجاربكم، وكمان تشوفوا الفيديوهات القديمة على القناة لأنها فيها معلومات هتفيدكم جدا. استمروا في التعلم، اتبعوا شغفكم، واستثمروا وقتكم وجهدكم في بناء